مع السادة أعضاء لجنة التحكيم بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. والله تعجز الكلمات عن جهد هؤلاء الذين أتوا في هذا اليوم وأتوا قبل ذلك للجنة التحكيم حتى يخرج هذا العمل الطيب المبارك الجندي المجهول في هذه الحفلة لأعضاء لجنة التحكيم بارك الله فيهم وجزاهم الله عنا خيرا. ونتقدم الشهادة الأولى للأستاذ بدر الحنفي بارك الله فيه وجزاه الله خيرا. ثم بعدها فضيلة شيخنا مرتضى محمد مسعود. الشيخ السيد محمد مصطفى. بعد اذنك بعد اذنك الشيخ محمد السيد محمد. فضيلة الشيخ جمال علي عبد اللطيف. فضيلة الشيخ يا عم قول له على جنب كده اسمه وائل أحمد محمد. اقعد يا ابله. فضيلة الشيخ أحمد الصدوري. فضيلة الشيخ نصر الدين هندي. استنى تعالى من هنا. حد كده من هنا. ماشي حبه بص. والآن جاء دور العشرة الأوائل على القرآن الكريم كاملا ثم نصف القرآن ثم ربع القرآن والتكريم الأكبر عند الله تبارك وتعالى. والآن نبدأ بالمتسابقة الأولى في حفظ القرآن الكريم وذلك للحصول على المركز الأول في حفظ القرآن الكريم كاملا المستوى الأول القرآن كاملا. الطالبة جهاد أمين حمدان أحمد. المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم المستوى الأول القرآن كاملا دعاء على أحمد رضوان. المركز الثالث في حفظ القرآن الكريم كاملا المستوى الأول القرآن كاملا الطالب أحمد السيد أحمد محمد. المركز الأول في حفظ القرآن الكريم المستوى الثاني نصف القرآن الكريم والطالبة نوها السيد عزوز. مش على الصفحه بتاعتك اسمع احمد. المركز الثالث في حفظ القرآن الكريم المستوى الثاني نصف القرآن الكريم الطالبة إيمان محمود عبد الحميد. الطالبة إيمان محمود عبد الحميد. الطالبة إيمان محمود عبد الحميد. المركز الأول في حفظ القرآن الكريم المستوى السادس ربع القرآن الكريم الطالبة أمل أحمد محمد. المركز الثاني في حفظ القرآن الكريم المستوى السادس ربع القرآن الكريم والطالبة سلمى أحمد عاطف.
المستوى الرابع في حفظ القرآن الكريم، المستوى السادس في القرآن الكريم، والطالبة بسمة عبد الحميد قاسم. بسمة. اي حد اسمه بسمه يخش يخش. وبقية المتسابقين إن شاء الله سيتم تكريمهم، والآن يتقدم كل المتسابقين بالشهائد حتى يتسنى لنا التقاط صورة تذكارية لهذه الحفلة الطيبة المباركة، فيتقدم كل المتسابقون ليأخذ الصورة الجماعية التذكارية. الوقت يا اخوانا، اللي عايز صورة جماعية ان شاء الله يتفضل على المنصة.